السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم خيرت لكم وصفة على كيش اللي تجي بزاف بنينة، يعني اقتصادية وتحضريها في وقفة. ان شاء الله تعجبكم الوصفة. نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنايا يعني انا خرجوا لي زوج تاع لاكيش، زوج حبات تاع لاكيش. تقدروا يعني ديروا نصف الكمية ولا اضعفوا الكمية. هنايا عندي كما راكم تشوفوا 500 غرام تاع الفارينة. يعني هذه انجح الوصفة تاع لاكيش لي يعني حضرتها. يعني كما قلت لكم هنايا 500 غرام تاع لاكيش، وزدت 250 غرام تاع لا مارغرين. انا هنا استعملت ستار، يعني نص مارغرين نص زبده. دايما في هذو المملحات ولا ليكيش ولا نستعمل دايما المارغرين تاع ستار. كما راكو تشوفوا هنايا 200 غرام تاع المارغرين. ضفت زوج بيضات، بيان سور تكون البيضات بحرارة المطبخ، وزوج ملاعق صغار تاع الملح، وضفت زوج ملاعق صغار تاع السكر ولا ملعقة كبيرة تاع السكر. نبدأ نخلط كلش ولا كما راكم تشوفوا، ونسي ندخل كامل المارغرين في الفارينة كما راكم تشوفوا. يعني هذا لاباط من لاباط عليه لاكيش، يعني من انجح الوصفات اللي جربتها. يعني ننصحكم انكم تجربوها. تجي بزاف مفتة. كي تاكليها يعني كيما راكي تاكلي في الكاطو. يعني ننصحكم انكم ديروها ميم لي طاخت السيترون ولا لي طاخت او فريز. يعني ما شاء الله لاباط بزاف ناجحه. دوك نبقى نبسسها كما يقولوا هكذا بنيتيه، ونسيي كيفاش، باسكو ما نجمعهاش لاباط، ما لازمش تجمعوا، ماشي تجمعوها، ما لازمش تعجنوها. دونك تقعدوا غير ديريو باصابع تاع اليدين. وهنايا نبدا نضيف الماء، يعني ضفته تدريجيا. انا درت 8 سنتيلتر تاع الماء. سيو هذا الماء المقادير بالضبط، ما تزيدوا ما تنقصوا. هنايا جمعت كامل لاباط. شوفوا يعني ما شاء الله تجي بزاف خفيفه وتجي بزاف طريه. يعني كما قلت لكم العجينه بزاف ناجحه. نسيي كيفاش نجمعها ونديرها كومين بول، فوالا، ونغطيها بساشي ساشي نورمال، ونحطها في الفريجيدير مدة ساعة باش هكذا ترتاح. فوالا كما راكم تشوفوا راني سقمتها كامل، فوالا، ودرتها ساشي وحطيتها في الفريجيدير مدة ساعة ولا زوج سوايع كما تحبوا. هنايا ندير الفارينة في البلون دو ترافاي. نبدا نفتح العجينة تاعي. شوفوا يعني شوية ماشي تتفتت، مي اشاك فوا لازم تتعدلوها هكا، اشاك فوا لازم تسقموها هكذا. فوالا انا على المول تاعي يعني مستطيل، هنا خرجوا لي زوج حبات تاع لاكيش. دونك كما قلت لكم تقدروا تضاعفوا الحجم، وتقدروا ديروا غير نصف الكميه باش تخرج لكم غير لاكيش وحده. فوالا اشاك فوا نسيي كيفاش نعدل، ونسيي كيفاش نسقم كامل سيتو الاطراف. وهنايا المول تاعي دهنته بالمارغرين، وديت له شويه فارينه باش هكذا ما تلصقش في المول تاعي. فوالا ندير شويه فارينه فوق العجينه وندورها هكذا باش نرفدها. شوفي شحال يعني طريقه بزاف سهله، وطريقه لاباط تاعي راهي شاده روحها. نسيي كيفاش ندخلها كامل في الاطراف، ونسويها كامل وندخلها كامل في المول تاعي. كما راكم تلاحظوا يعني الفيديو راهو يهدر وحده. يعني ان شاء الله يعني تسيو سيتو لاباط، يعني لاكيش راهي سهله واش تحطي في الحاج، وكل واحد يحط واش يحب بصح. لاكيش يعني واعره باش تلقاي لاباط يعني المليحه واللي توالم هذه الوصفه. فوالا نسيي كيفاش نسقمها كامل،
وبيان سور نبدا نثقب بالفرشيطه باش هكذا كي تدخل الفرن ما تتنفخليش، باسكو دي فوا كي تحطي هكا لاباط وما تثقفيها ما تثقبيهاش تنفخلا في الفور. هنا كيما قلت لكم الحشو اختياري، هنايا انا درت غير لو بلون دو بولي وضفت شويه مارغرين ودرت شويه تاع الثوم. هنا توابل اختياريه كيما نقول لكم دائما، انا درت الكركم الفلفل الاسود ودرت التابل تاع اللحم، يعني تابل اللحم اللي يجي بزاف بنين مع لو بلون دو بولي. يعني اول مره يعني خطره ما كانش عندي لي زيبيس خاصين بالدجاج، كان عندي غير لي زيبيس خاصين باللحم درتو، بصح النتيجه كانت روعه. هنايا نبدا نوجد في الحشو تاعي. هنا درت 3 بيضات ودرت الفرماج. تقدروا تضاعفوا الحجم كما قلت لكم، والفرماج اختياري، الا عندك فرماج ديريه، الا ما عندكش تقدري تستغناي عنه. وبيان سور ما نقدروش نديرو لاكيش بلا لا كريم فريش. انا درت هنا علبه صغيره تاع لا كريم فريش ودرت قرصه تاع الملح وفلفل كحل بيان سور باش تحسين الذوق. وهنايا ضفت البولي تاعي بعد ما طابلي. فوالا يعني ان شاء الله يعني الوصفة تنال اعجاب تاعكم، ووصفة ناجحة 100%. وهنايا بديت نضيف الحليب، ضفت كاس كبير تاع الحليب. نبدأ نخلط كامل المكونات مع بعض. يعني هنايا تقدري تضيفي يعني تحطي لو بولي ديريكت كي يطيب هنايا فوق لاباط تاعك، فوق لاكيش، ومن بعد تضيفي السائل هذا. فوالا انا ضفت كلش على ضربه وبديت ندير هكذا البولي. يعني حطيت البولي باسكو لو كان ندير ديريكت السائل يبقى لي كامل البولي مع الاخر. فوالا كيما قلت لكم انا درت زوج تاع لي كيش، دونك قسمت الكميه مع واحده اخرى. دخلتها في الفرن على درجه 180 درجه. طابت من التحت، ثم طيبها من الفوق ودرت لها فروماج رابي باش يذوب. وهاليك لاكيش تاعي يعني جات بسم الله ما شاء الله بزاف بنينه وناجحه 100%. ان شاء الله الوصفه اللي خيرتها لكم اليوم تنال اعجابكم، وما تنسونيش بالتعاليق واللايك والاشتراك في القناه هكذا باش نكمل في القناه. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم.